مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم، أهالينا. بحلقة أهالينا لليوم رح نحكي عن حالة البذخ والإسراف في الطعام في منازلنا، وحتى ما نشهده في المطاعم التي تقدم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان. نعم، إحصائيات وأرقام صادمة عن الطعام المهدر في الوطن العربي نتفاجأ فيها طبعا طوال أيام السنة وعموما وبشهر رمضان بشكل خاص. نعم للأسف وما يجب علينا فعله هو كيف يمكن أن نحد من هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الإسراف، وكيف يستغلون الفائض لإطعام الفقير، وتفاصيلها في التقرير التالي. لطالما اعتدنا في منزلنا على سماع جملة لا تترك شيء بصحنك، حرصا من أهالينا علينا لحفظ النعمة، إلا أن هذه القاعدة ربما تكسر في شهر رمضان، حيث تعج سفرة الإفطار بشتى أنواع المأكولات والمقبلات والعصائر، لتبقى نصف الأطباق على حالها. الفهم الخاطئ لبعض الناس بأن شهر رمضان هو شهر الجود والخيرات والكرم قد تحول في أحيان كثيرة في معظم البيوت إلى حالة من الإسراف والبذخ والتبذير غير المبرر. هذا الإسراف لا يقبع في المنازل فقط، لنرى حجم الهدر في المطاعم أكبر مما كنا نتوقع، فيغدو مصير نصف الطعام إلى القمامة. بحسب إحصاءات حديثة نشرتها بوابة الشرق القطرية، فإن دول الشرق الأوسط تضيع مقداره ما يفوق 1,000,000,000 طن من المواد الغذائية سنوياً، حيث أن ربع هذه الكمية التي تقبع في القمامة قادرة على إطعام الفقراء والجوعى في العالم. لا شك أن الاستفادة من فائض الولائم أحد أهم وسائل التغلب على مشكلة الفقر، ومن هذا المنطلق قامت بعض الجمعيات والمؤسسات بالعمل على إعادة تأهيل الطعام الفائض من المطاعم وصالات الأفراح وغيرها بطريقة آمنة وصحية، ومن ثم توزيعه على الفقراء والأيتام. الإسراف في مجتمعاتنا وخاصة في شهر الصيام غدا ظاهرة ينشأ عليها الصغير ولا يستغربها الكبير، فهل هي مجرد عادة سيئة أم أنها أمر واقع؟ عن ظاهرة الإسراف وتوابع معنا في الاستوديو صاحب سلسلة مطاعم طربوش محمد نزار بيطار. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. بداية أستاذ نزار، هل هذه الإسراف والتبذير هل هو عادة أم شيء دخيل على مجتمعاتنا؟ طبعا هي مو دخيل على مجتمعاتنا، هي عادة بالأكثر، وخاصة بعض الدول الغنية من الدول العربية. بسوريا أخف شوي، لكن في مشكلة بنعاني منها في تركيا، إنه حتى بعد الثورة وبعد الأشياء اللي صارت عم نعاني من نفس المشكلة في مطاعمنا وفي غير مطاعم، حتى ببيوتنا عم نعاني من المشكلة، إنه أنا بدي أفطر، أنا جوعان، أنا كذا كذا، بناخذ الموضوع أكبر من حجمه بكثير، وهذا بيؤدي ل مع العلم انه الواحد برمضان بلقمتين ثلاثه بيشبع، بتلاقينا دائما بنعمل شيء زياده وبنطلب شيء زياده. ما هو هي المشكله، انا حتى باثناء وجودنا بالمنيو قبل ما يطلب الزبون برمضان بنقول له انه هذا الاكل كثير، نحن طبقنا العربي زنقين كبير، مو مثل الطبق التركي، الطبق التركي بيجي اصغر، فبيتفاجئوا الاتراك باكلنا. في مشكله كبيره هي طريقه تناول الطعام كمان مؤثره، كثير مزعجه اكثر من طلب الطعام. طيب اكلنا ومعنا ماديات، بس بدنا بعدين هالاكل ما نكبه. كيف طريقه تناول الطعام؟ انا مثلا بدي اكل من صحن، نحن 4 5 طلبنا صحن تبوله، بطلب صحن تبوله وصحن فتوش، بعدين بدي ابدا بالمقبلات، هي اكبر غلط، بدي ابدا بالوجبه الرئيسيه اكلها، فبيطلبوا مقبلات كثيره، وهذا الشيء بيكون الصحن كبير بكفي 10 اشخاص مثلا او 5 اشخاص، لانه كل واحد راح ياخذ لقمه، فاللي بيصير انه بياكلوا لقمه من كل صحن، وبيضل الباقي ما فيني انا اعطيه لحدا ثاني. هلا طلعنا بشيء جديد هو الجمعيات. حلو، خلينا نحكي معناتها عن هالموضوع بشكل موسع، لانه دائما بنسمع عن احصائيات، ارقام كبيره من المصاري اللي بتنكب بشهر رمضان بسبيل الاكل، وبالاخير كله مثل ما ذكرت انه بيروح. هلا اول شيء انا بنصح ستات البيوت انه كل يوم تعمل طبخه صغيره تكفي البيت، لازم تكون هي حريصه، هي ست البيت او الانسان اللي قائم على الاكل في البيت، انه تعمل طبخه. اصغر طنجره هيك مقاسها. ليش؟ ثاني يوم ما راح ياكلوها، تاكدي، ثاني يوم راح يجي ابنها او جوزها او كذا، والله الاكل اكلنا من امبارح ملينا
بعدين رمضان بحجه رمضان بيكون انكبت الطنجره، بوزعوا على جيران بعضهم، بصير الاكل ترف، يعني عاده ترف، ما عاد اكل لمجرد انه اكل ايت بطني انا او كذا، لا. فالمشكله هون اول شيء بدنا نحدد النقطه، الخطا من ستات البيوت انه لازم تكون طبخه صغيره تؤدي لانه اكلها خلصها الطبخه اليوم، ثاني يوم بكره بعمل طبخه ثانيه وبيكون ان شاء الله مقبوله. بيستسهلوا هن غالبا، انه خصوصا المراه اللي عندها شغل يعني ما بتقدر. هلا اذا هي عم تدفع المصاري بجوز ما تستسهل الامر، يعني دائما هو الرجل بعاداتنا الشرقيه هو اللي بيدفع مصاري، فجيب جيب 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 جيب. هي كمان المراه عليها مسؤوليه كبيره برمضان. انا يعني بلوم ست البيت اكثر شيء بموضوع رمضان، حصرا برمضان يعني. طيب بما انه ذكرنا حصر رمضان، هل الاسراف بيكون برمضان اكثر او هو موجود برمضان وخارج رمضان؟ والله عمليا بسوريا، انا بحكي عن سوريا، عن أكيد الناس اللي عملتهم بسوريا، لا بس برمضان. بس برمضان. يعني برمضان ستات البيوت كثير يعني بينتبهوا، لكن برمضان في عمليه استثنائيه وبصير عندك شيء اسمه يعني فرط جوع، يعني مع انه مو جوع. تنويع الاكل هو كمان بيفرض انه وجود كميات زياده ومؤذي. يعني في نقطة انه الاكل اليوم ما فينا ناكل يوم 20 اكلة، لازم يكون اكلتنا هي شوربة خفيفة، تمر، عصير صغير مثلا، ممكن اكلة ثانية رئيسية او نوعين صغار، المهم يكون الكمية قليلة ما نكبها. فنحن برجع بقول لك مطعمنا كلها بنوجه لعمليات الجمعيات. خلينا نحكي عن الموضوع. تمام، الجمعيات الخيرية بنطلب من زبوناتنا، نحن ما فينا نقول له لزبون الله يخليك لا تاكل شقفة من هون وشقفة من هون، ما فينا، بس بنعطيه صحن فاضي على الاقل انه يصب من الصحن وما ياكل بالمعلقه من الصحن الثاني. هي ادبيات، هي بتعود للزبون. فنحن بنحاول قطعه مثلا البروستيت، قطعه ما حدا اكلها، قطعه اسكالوب كذا، بنضبها وبنعطيها لجمعيات كل يوم الساعه 12 من غير رمضان. بيجوا لعنا جمعيات خاصه الله يجزيهم الخير، بيجوا بوزعوها على الاسر فعلا فقيره ومحتاجه. هذا الشيء بنتمنى يساعدنا الزبون فيه لحتى ما يصير فيه اسراف، يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. هل برايك انه لازم يكون في يعني ناس خاصه عم توعي الناس بهذا الموضوع، عم توعي الاسر اللي هي اصلا فعلا مثل ما قلت ممكن تكون عندها شغله بديهيه انها تحط اصناف منوعه؟ اليوم النت عم تخلي ما خلت شيء، يعني صحيح. لازم مثلا انتم كتلفزيون هي مسؤوليه عليكم، نحن كمطاعم مسؤوليه علينا. يعني نحن في عندنا ناس مثقفه، ناس مدركه لوين هي، ممكن نساعد الناس عن طريق الواتساب، عن طريق النيوز، عن طريق الاخبار، عن طريق اي شيء، تقاريركم هي الحلوه كلها بتساهم على نشوء نوع جديد من العلم او نوع جديد من التوعيه للشعب. يعني هو الشعب كله واعي ما شاء الله عليه، ما عاد سهل، لكن هي نقط حساسه جدا، لازم نركز الضغط على مسؤوليه على صاحبه البيت او الانسان المسؤول، والرجل كمان هو اللي عم يدفع المصاري، يعني كمان الكوست يشوف المنظر قدامه عم ينكب طنجره محشي، والله حرام. يعني هو كمان بيسبب لما بنشوف هالاكل كلياته عم ينكب، حتى نحن بنغص انه يعني كثير هيك حرام. انا اكثر شيء بنزعج لانه انا يوميا عم اعاني من هالشيء، يعني عم حاول جهدي انه اخذ كميات كبيره للناس اللي والله وبقول لهم للزبون يعني والله الاكل كبيره، الاكل كثير كذا، إيه لا حط حبيبي حط. طيب انا ما بقدر كمان، بصير في معنى ثاني بالمطعم، ما بقدر بوعي لحد معين، اللي حد معين ممكن انا اتدخل فيه، اكثر من هيك بصفي علي لم الاكل ماكب شغلات. هلا هل المطاعم احيانا ممكن يكون لها دور بانه يعني تشجع عنا الحاجه لانه نحن مثلا نساعد المحتاج؟ مثل كثير مطاعم كانت تقول انه كل وجبتك وتدفع حق وجبه ثانيه لفقير او نص وجبه لفقير، او يعني كثير كان في تعمل عروضات اغلب المطاعم برمضان. المشكله ما في صدق هون كمان، حتى من اصحاب المطاعم في شجع كبير وفي كذب، يعني انا ما بفيني انكر الشيء، يعني بيقول لك انه ادفع وجبتك كذا، شو اكد لي انه هالزلمه راح ياخذ نص المردود فعلا ويعطيه للفقير؟ هذا الشيء كمان بشكك اكثر بالمطعم. كيف ممكن يصير له مصداقيه؟ ممكن هو مصداقيته تكون خلال الجمعيات. برجع باكد انا انه الجمعيات اللي عندنا الخيريه السوريه بتركيا خاصه عم تتعب تعب كثير كبير وعم تاخذ اكل وفعلا عم توزعه ونحن متابعينه. اما اذا اجى واحد جوعان لعندي على المطعم انا ما برجعه طبعا جوعان، مستحيل يجي ياكل، اهلا وسهلا بياكل وبيعطيه اللي بده اياه، لكن ما ياخذ معه، ما ياخذ مصاري، هذا الشيء ممنوع لانه صفى استغلال، ما عادت اسمه بقى هون مساعده، صفى استغلال لإلي، وبيكون انا بالنسبه لي انا مخطئ. فاول شيء بدنا ننتبه على شجع اصحاب مطاعم، وهذا الشيء ما فينا ننكره في بعض الناس، بعض طبعا ما فينا نشمل ابدا الكل، وفي ناس عم تشتغل وتتعب الله يجزيهم الخير. موضوع الاكل ممكن يجي الفقير ياكل مطعم صدقي ما حدا بيرفضه، ما حدا بيقلعه،
الا الواحد اللي بيكون ما انه اصلا ملتزم ببلده، ما ملتزم بحبايبه باهله، فهذا الشيء ما بيشرفنا يكون منا. ذكرت حضرتك موضوع الجمعيات، كيف بيتم التعاون بينكم وبين الجمعيات، التنسيق؟ كيف انتم بتتصلوا فيهم مثلا انه في عنا زياده فائض اكل او كيف؟ يوميا في تقرير بيطلع من عنا للجمعيات، بيتصل فيني جمعيه، عنا 3 نحن هلا، جمعيه بتجي الصبح وجمعيه بتجي المساء، انه نحن مطعمنا مثلا 24 ساعه فاتح. فبيجي جمعيه المساء وجمعيه الصبح، في عندنا زيادات، وفي جمعيه بنقول له في جمعيه بيجوا بتيجي مرة او رجل معروفين طبعا موثوقين معه عربايه، بياخذ الوجبات كلها بنرتب لها يلي قابله للاكل البشري، يعني ما يكون في عدوى مثل العدوى الكبد او كذا او كذا، هالشغلات تعرفوها، يعني ما يكون ممثل من غير شيء، ممكن تتسخن، الرز ممكن تسخن، فريكه ممكن تسخن، اما السلطات مستحيل نقدر نحطها، بنبيعها وهي والخبز لتبعات الطيور النورس، هون بتركيا بيجوا بياخذوها تبع النورس، اللي عنده دجاج، اللي عنده قطه، اللي عنده كذا بيجوا بياخذوها، هي الفضلات او العظام للكلاب. بالضبط. اما بالنسبه لموضوع الاكل انا ما بقدر اعطي جمعيه اكل هو خضار، اكل لا يتسخن مستحيل. بقدر بعطيه الرز، بعطيه البروستد، القطع اللي غير ماكول منها مو معضوضه، ما بقدر هديك ابدا اعطيها. حلو. هيك طريقه التعامل. حكيت قبل شوي عن موضوع انه البوفيهات المفتوحه، هل يعني يمكن مطعمكم احد المطاعم اللي بيقدم هذا الشيء برمضان؟ لا، البوفيه ابدا ممنوع عنا بسياسه مطاعمنا، البوفيه المفتوحه ممنوعه، لانه هي عباره يعني عن اسراف كامل. تماما. هذا بدي احكي عنه، انه قديش في فرق بين طريقه التقديم البوفيه المفتوح من الوجبات العاديه، شو الفرق وكيف البوفيه المفتوح بيدخل زبون، عفوا مع احترامي لكثير من الزبائن، بيدخل كانه جاي ينتقم من صاحب المطعم. يعني البوفيه المفتوح هو ضرر له مو ضرر لنا، نحن على فكره اوفر علينا البوفيه المفتوح، لكن طريقه الصب وطريقه الاكل تلاقي كل صحون مسلوته وملحوشه وما فيني انا، وبيخبصوها فوق بعضها، يعني ما في تقنيه حلوه بالاكل، بينما الوجبه الواحده بتيجي محدده ودقيقه وحلوه ومعروفه انه هي الاكله اكله. اما اللي بياخذوا الوجبه المفتوحه بيعبي الصحن، ما بتعرفي هذا سمنه من زبده من ما بتعرفي حلو من لحمه من يعني ما انا ما نعها عندي. نصيحتك يعني انه ما حدا يستعمل؟ نصيحتي السفره المفتوحه بالذات برمضان غير مرغوبه، وحتى بشكل عام غير مرغوبه، الا في الفنادق. طبعا الفنادق بتختلف، الفطور ممكن، لكن العشاء والغداء هي برايي فاشله جدا، برايي انا الشخصي يعني. نعم. بشكل عام بالنسبة للمطاعم، نصيحتك للمطاعم بشكل عام خلينا نقول، أو مين هو المسؤول عن هدر الطعام في المطعم؟ يعني مين هو اللي تشار له اليد المسؤولية؟ بخبرتنا نحن الحمد لله القديمة هون بأول ناس فتحنا بتركيا، اللي لقيته أنه المطعم هو بيقدم حسب طلب الزبون، فالخطأ بيكون خطأ زبون مو خطأ المطعم. يعني نحن بس بنحاول بشكل كبير أنه نضبط عملية الإسراف أكثر ما بنحسن، لكن مثلا صحن شوربة، واحد يطلب صحن شوربة مو جاي على باله شوربة، ما راح تقدري تاخذي الشوربة صحيح وتعطيها لحدا ثاني وراه، هذا مستحيل. المشكلة يمكن برأيك هي المشكلة بطريقة التقديم، أو مثلا ممكن أوقات في مطاعم تفرض هي نفسها على الزبون، في مطاعم تاخذ شكل خاص وبتلاقي فعلا إلها زباينة إنه نحن مثلا ستايله. أي تمام، والله أنا بدي أروح فوت ادفع 200 ليرة، لا نحن ما لنا، او بالعكس ممكن نحن مطاعمنا كلها شعبيه، اسعارنا ما بتجاوز 40 ليره الشخص. يعني هي اللحمه اغلى شيء مثلا، انا ما عم بحمل دعايه للمطعم لا معاذ الله، لكن انا عم بحكي انه فعلا بيتحمل الزبون هو القسم الاكبر من الطلب، لكن المطعم بيعمل ستايل عالي. في ناس بتفوت عنده بالعكس، يعني بلا مقطوع بحديثك، في ناس بتقول انه لا نحن هذا المطعم عامل عروض خاصه بمبالغ قليله، عامل خلص انا مثلا مثل هلا انت حددت انه انا محدد سقف انه انا هيك، 60 ليرة أو 100 ليرة عم ياخذوا 100 ليرة على الوجبة، لا نحن ما عندنا شيء أبدا، نحن وجبتنا حسب طلب الزبون، بتتراوح من 5 ليرات سندويشة فلافل، وأنت طالعة لحد ال 40 ليرة أكبر وجبة ممكن ياكلها الشخص، يعني هي أكبر وجبة. أنا الفكرة ما عملوم أصحاب المطاعم، كل واحد له بوليتيك معين، له سياسة معينة، لكن أنا اللي بطلبه إنه من الناس إنه يفكروا انه باسراف غيرهم، يعني اذا اسرفنا غيرنا شو عم يصير فيه، هي وحده كثير مهمه، اهم من اي شيء، اهم من ستايلي، وخاصه برمضان انت بتعرف انه الناس كثير بحاجه، صمدهم هدول 50 ليره 30 ليره صاروا 300 ليره، ابعتهم لحدا بسوريا بيكون اشرف له بكثير الانسان. بعدين في شغله مهمه بالنهايه رح اقول لك عليها كثير مهمه، انه نحن كسوريين، يعني كسوريين بشكل عام الحمد لله عندنا اخلاق عاليه بموضوع الاكل، ذوقنا عالي بالاكل،
يعني معروف المطبخ الشامي، الحلبي، الحمصي، الحموي، كلهم بشكل عام معروفين بالذوق بالاكل. يعني شبابنا وصبايانا الحمد لله، وهلا على وجود الانترنت عندهم وعي صار كبير كثير. فينا نوجه لبعض الناس الثانيين ممكن انه عندهم عدم وعي بسبب وجود العمله الزياده. لا، سوري بيضل هلا حاليا من افضل رواد مطاعمنا، مع الشرف لنا بكل الناس يعني، لكن وعيهم عالي. لكن ذكر فان نفعت الذكرى. صحيح. هي الفكره يعني. استاذ محمد نزار، طبعا حضرتك لانه مركب سبب قلت لك نزار، ايه. بحسب خبرتك يعني في المطاعم داخل وخارج سوريا، وين في اسراف اكثر؟ اللي شفته انا برا تركيا، برا سوريا عم يصير اسراف اكثر. برا سوريا بصراحه، وخاصه بتركيا. انا بتركيا مثلا، لبنان، الاردن، عم شوف بصراحه ما بعرف الناس كانه مو طالعه من ثوره مع الاسف يعني. مو انه قديش في معاناه، قديش في معاناه بسوريا، ما بنفكر غير بنفسنا. والمرأة بدها تطلع تروح، والسيرانة بدها تصرف شو ما صار يصير، ان شاء الله بيموت الزلمه، والزلمه بده ياخذ خطيبته وبده يصرف عليها. يعني صراحه عم يصير بزخ كثير كبير، وعالم جوا ميته. طيب ما فينا ناخذها من ناحيه ثانيه، انه هذا الشاب اللي عم يشتغل بيقول لك انا عم بشتغل طول النهار وعم بتعب وبعيد عن اهلي، خليني اطلع دلل حالي مثلا؟ معه حق، لانه كثير من المطاعم ما بتطعميه. وحتى بتركيا هون يعني ما تفكر انه الحياه صعبه، 12 سهله، 12 ساعه دوام وعم يشتغل وعم يعطوه وجبه يعني برغل ومرأة مثل الجيش يعني. بصراحه انا شيء بشوفه بلوم كثير بعض الناس، لكن مع الاسف عم نحكي ما حدا بيسمعنا. بنحاول انه خلال وسائل الاعلام مثلكم، شكرا لكم على استقبالنا، انه نقدر نوضح انه هالناس هي يعني ممكن نساعدها، بس مو معناتها كل سندويشه شاورما مو مشكله. كمان صمد مصاري، كمان امك بالشام، اخوك بالشام، كله بحاجه المصاري تبعيتك، ما تروح تأرجل. يعني انا بشيلك على المطعم، انا كثير مسامحك موضوع المطعم واوكي انا معك، بس الارجيله 30 40 ليره برايك افضل، ولا اروح اخذ عزم مرتي واولادي انا ب 50 ليره افضل؟ يعني هي مشكله كثير عم نعاني منها، موضوع التقليد وموضوع الفشخره وموضوع كثير الشغلات عم تاذينا اكثر ما نكون. يعني بروح بسهر بمطعم خاص ما بدنا نذكر اسماء، بحط 200 300 ليره وارجيله ومدري شو ونياره ويا ولد وكذا. هذا الكلام هذا اللي عم بيزعجني اكثر من الاكل بكثير. يعني هذا اسراف 10 اضعاف عن اسراف الاكل. صحيح خاصه مثل ما ذكرت حضرتك انه موضوع الارجيله، ويطلع الشاب انه يطلع يشرب ارجيله ويحط مبالغ كثير كبيره. ارجيله بالبيت ما في مشكله يعني جمع حق ارجيلتين تبعت لامك مثلا. هلا 100 ليره سوق التركي تعادل تقريبا بسوريا مبلغ رقم مساعد، مشان ارجل بفلان الفلاني وفلان الفلاني. هذا الكلام انا برايي حرام، ولا يمثل الاسلام بصله، ولا يمثل عاداتنا الشرقيه اصلا. يعني ان كان مسلمين او مسيحيين او يهود، كلياتنا الديانات بتحض على عدم الاسراف، كل الديانات تحض على عدم الاسراف. صحيح. عاداتنا السوريه معروفه والشرقيه معروفه، ومن ضمن ديننا، من ضمن مذاهبنا، من ضمن تقاليدنا عدم الاسراف، وما عم نسمع. حكيت حضرتك عن موضوع الداخل السوري ولاحظت بفرق يعني بين برا وجوا كثير. هلا بنسمع باسعار كمان خياليه بالداخل السوري. يعني بتحس انه يمكن لما بيرتفع السعر بتقل الكميه، بيقل الطلب؟ لا بالعكس، مع الاسف ما قلت لك نحن صفينا موضوع كثير فيه حال وفخفخه وفوشره وشغلات مظاهر، ومشان اظهر الستايل انا رايح على مطعم الفلاني عم مدري شو. فبرايي انا هذا كله حرام وكله غلط. في ناس بحاجه، في ناس حاجه لمساعده اكثر بكثير من انه ارجل انا بمطعم فلاني وادفع 100 ليره ومشان شو كاسه شاي بقعد كل السهره، يا ريت تستفيد منه. يعني انا ماني ضد انه يارجل يصطفل، هي عاداته وتقاليده، لكن بتمنى يارجلها ببيته او يارجلها بمكان يعني شعبي معروف، يعني انه 10 ليرات يعني مشان شو ال 100 ليره. يعني انا ما بنهان عليه. نحن حكينا عن الاسراف في الطعام والاسراف في الارجيله مثل ما حكيت وهالامور هيدا، شو رايك بالاسراف في المناسبات؟ يعني الواحد بيعمل عرسه تماما مكان لا هي اسمح لي فيها. هيدا موضوع ثاني. انا عندي مطعم بالاردن، فرحت على الاردن مثلا، عزمنا على العرس، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بلا مبالغه 250 راس غنم اللي اندبحوا واكلوا منهم هيك شوي، والرز كله انكب. ويعني طبعا انا بحب الاردن كثير، اهل الاردن نشامه وفعلا كرمه، بس الكرم زياده مو حلو يعني، مو لهالدرجه. فعلا هي موضوع الحفلات والمناسبات، واهم شيء اترك الاسراف بالسهرات. في كمان سوريين كثير عم يعملوا هيك، يعني هذا الشيء المستغرب، انه هذه الاموال الكثيره اللي عم تنصرف انه فيكم توجهوها
توجهوها مثل ما قلت للداخل مع مين السوري؟ بدك تحكي؟ مع مين بدك تحكي توجهها؟ من خلال شاشه وحده عندها عروس، عندها بنتها بدها تجوزها، فيك تقول لها الكلام؟ مستحيل هالكلام تقول لها. يعني هذا الكلام لا يقبل ابدا. لا بدل ما تجيب خروفين ثلاثه جيبي خروف يا واحد ريت خروف، عندك رواب العرس هدول لحالهم حقهم، هذا مو اسراف كمان؟ أكيد. يمكن هذا مثل ما ذكرت ببدايه حديثك استاذ انه هو قله وعي او يعني اهتمام بالمظاهر اكثر ما يكون في تفاصيل ثانيه. الوعي ينتهي عند الحفله. الوعي بينتهي عند الحفله. ما بضل في شيء اسمه وعي. اليوم انا بدي اجوز ابني، بدي اعمل له عرس يا لطيف مطنطن. طيب هالناس اللي ميته من قرايبينا ما في حدا مو ميت له حدا. صحيح. طيب انا ما في احترام لهالميت اللي مات، الشهيد المعتقل. انا برايي انه هذا الشيء بيتحمل يعني يعني مشكلتين عليه. صار عنده عقوبتين بده يتحاسب عليهم، عقوبه عدم التفكير بغيره وعقوبه الاسراف. يعني الاسراف بحد ذاتها الله ما بحب المسرفين. يعني انت المسرف ولا بحبه بخيل ولا بحبه مسرف. انا بدي اعمل حفله، اعمل وليمه وجيب هالناس اعزمهم عقله. ليش الحفله وليش الارجيله وليش باكيت الدخان؟ صحيح. وليش والمره بدها تجيب حلويات وبدهم يجيبوا هي شو بيقولوا لها كشك الفقره ومدري شو والروب من عند فلانه ومن عند مدري شو. صار هالحدي وخاصه بتركيا. صحيح كمان نحن بهالنصيحه بدنا نشكرك ونختم حلقتنا اليوم. للاسف خلص الوقت. انا لي شرف يعني ممتع كان. محمد نزار بيطار، شكرا لك. شكرا لك. وهلا شكر اكيد موصول لكل مشاهدينا اللي كانوا معنا اليوم بلمشم. انتظرونا بكره بنفس التوقيت بحلقه جديده. الى اللقاء. يعطيكم